أنا اسمي وداد، عندي 35 سنة، متجوزة بقالي 7 سنين. بس للأسف من ساعة ما اتجوزت وأنا في مشاكل في الخلفة. لفينا كتير على الدكاترة أنا وجوزي، بس الحقيقة ما قصرناش خالص في الموضوع ده. بس زي ما تقولوا كده ربنا لسه ما أردش. المهم عشت فترة كبيرة جدا، أكتر من 3 سنين في بيت العيلة مع جوزي، ووالده كان عايش معانا. كنا عايشين مع والده لأن هو ما كانش ليه إخوات تاني. كنت عايشة مع جوزي ووالده، وطبعا كنا عايشين حياة عادية جدا زي معظم البيوت. حماية كان في حاله جدا، ما كانش بيتكلم معايا في اليوم كلمتين على بعضهم. وبصراحة جوزي كان برضو من النوع اللي هو الرجالة الشقيانة دي، اللي هو كان بيطلع عينه في الشغل. بيشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 12 بالليل، وبيرجع طبعا مرهق جدا من الشغل. هو كان بيشتغل في المعمار، وانتوا بقى عارفين طبعا شغل المعمار بيبقى عامل ازاي. كان يدوب يجي أحضر ليه العشاء بس، ياكل كده وينام على طول. كنت بحاول إن أنا أتكلم معاه كتير علشان ياخد مثلا يوم أجازة، لأن هو ما كانش بياخد أجازة خالص في الفترة اللي هو كان بيشتغل فيها. هو ساعات كان بيجي عليه أيام بيبقى قاعد مثلا كده بالشهر في البيت، هو ما فيش شغل خالص. المهم كنت بتكلم معاه كتير وبقوله أنا مش حابة قعدة البيت وإنت بتقعد في البيت بالشهر والكلام ده كله. بس في نفس الوقت لما بيجي ليك شغل بلاش تشتغل طول الشهر ورا بعضه كده، أو خد أجازة يوم علشان خاطري، وعلشان طبعا نخرج ونتفسح مع بعض، إحنا لسه صغيرين. بس كان دايما يقول لي أنت شايفة الظروف والحياة صعبة إزاي، كلام كتير جدا بقى من النوع ده. فبطلت الحقيقة أن أنا أتكلم معاه خالص، لحد من حوالي كده 3 سنين ابتدت المشاكل تحصل ما بيني وما بين جوزي بسبب بيت العيلة ده. كان حماية فاتح ابنه في موضوع جوازه وإن هو عايز يتجوز، فساعتها قال له لو انت اتجوزت مش هينفع نبقى قاعدين في البيت، فلازم نشوف شقة تانية وكده. فطبعا عمل مشكلة كبيرة مع ابنه وقال له ده بيتي وأنا حر وأتجوز براحتي والكلام ده كله، ومراتك مش هتمشي على مزاجك. فجوزي الحقيقة كان بيحب أبوه قوي، وعمل معاه مشكلة كبيرة. فقلت بقى ايه، خلاص مادام الموضوع وصل لحد كده فاحنا ملناش في البيت هنا، نأجر شقة بره ونقعد فيها. فبصراحة هو جوزي كان بيحاول يعمل أي حاجة علشان ما كانش بيحب إن هو يضايقني، وعلشان أبقى أكون براحتي، وخصوصا إني ما كنتش بعرف أقعد براحتي من ساعة ما اتجوزت علشان خاطر حماية وكده. المهم ساعتها جوزي قال لي حاضر، بس خلص الشغل اللي في ايدي ده، وبعدين هدور على شقة حتى لو أوضة وصالة ونعيش فيها أنا وإنتي. وساعتها قلت له ماشي تمام، أنا ما عنديش مشكلة خالص، إن شاء الله حتى لو أوضة واحدة بس نعيش فيها، بس نكون براحتنا، وطبعا تكون كرامتنا متصانة، بمعنى أصح كده، بدل ما كل